اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. حبايبي، اخباركم ايه؟ انا ولا عزت ورجعت لكم بفيديو جديد. فيديو النهارده انا جايه اسير فيه جدل عن القلقاس. في خلاف كتير، ناس بتحبه احمر، ناس بتحبه اخضر، ناس بتغسله وناس ما بتغسلوش. تعالي اقول لك بقى يعني خلاصه التجارب بتاعتي في القلقاس وازاي نطلعه بالنتيجه الحلوه اللي احنا هنشوفها دلوقتي. تعالي اقول لك ايه اسراره. اول حاجه طبعا احنا بنبتدي بسليق اللحمه. في ناس تحب تعمله على لحمه، في ناس تحب تعمله على بط، زي ما انتي حابه، مفيش مشكله خالص. تمام. تمام. بعد ما سلقنا اللحمه كويس، جبت بقى ايه بالنسبه لكيلو القلقاس؟ بياخد معايا حزمه كزبره، حزمه شبت، حزمه سلق. هبتدي هنضفهم ازاي بدايه كده. بصي، السلق الكزبره والشبت بقطعهم عادي واغسلهم كويس وخلاص. لكن السلق بقى بشيل العرق التخين ده. تمام. وباخد الورق بس، زي ما انتي شايفة كده. انا هعمل لك بطريقتين، اللي هو الاحمر والاخضر، بس الاساس الاخضر طبعا. تمام. وهقول لك كل التريكات اللي هتفيدك فيه. احنا في فيديو التفريزات كنا قطعنا القلقاس وفرزناه عادي، ما عملناش فيه اي حاجة. انا ما بغسلش القلقاس يا جماعة. ماشي. وهقول لك على الاسرار اللي مش هتخلي المادة اللزجة تطلع منه. ناس تقول لك لا لازم يتغسل، لا انا هقول لك على كل حاجة هتخليهولك زي الفل. بعد ما قطعت الخضرة وغسلتها كويس، جبت بقى طماطمتين هنا وهبتدي اعصرهم. تمام. في خطوة هنا هقولها لك لما اجي اعمله احمر، ده كله قلقاس كده اخضر. تمام. تمام. اضربهم كويس. وبعدين في الوقت ده بقى هكون بغلي الشوربة بتاعتي، واجيب طاسة احط فيها شوية زيت، وانزل بفصين توم عليها. التوم ده انا مفرزاه، فرمته السنة دي، واول مرة افرزه في الفريزر بصراحة السنة دي، بس حاسة انه احسن كتير من ان انا كنت بجيبه كده. وبعدين هنزل عليه بالطماطم. الطماطم مش هسيبها تتسبك، انا يا دوبك هي بس هتغلي او تشكشك كده بمعنى اصح، واقوم حطاها على الشوربه. دي بتنقل الشوربه في حته تانية الحركه دي. تمام. الشوربه بقى بعد ما شلت منها اللحمه وكل حاجه وصفتها، اقوم نازله عليها بقى بالايه بالطماطم دي والثوم، واسيبهم يغلوا مع بعض. تمام كده. وهحط لهم نص معلقه سكر برضو، دي تركه بتنقل برضو القلقاس في حته تانية. في الوقت ده بقى هغرف شويه صغيرين، شوية شوربة علشان خاطر القلقاس الأحمر. خلاص. وهركنهم على جنب. الشوربة بتاعت القلقاس الأحمر دي أنا هزود فيها معلقتين صلصة، بس عشان الخطوة دي ما اتصورتش فقلت أقولها لك. هجيب بقى الخلاط بتاعي واحط عليه فيه كوباية شوربة أو نص كوباية شوربة، وبعدين هنزل عليه بالخضرة بتاعتي كلها. أنا هضربها في الخلاط، مش هتحمريها الأول، لأ اسمعوني بس للآخر. وبعد ما هضربها في الخلاط، هقوم مصفياها، واخدة العصير لوحده، يعني الخضرة لوحدها خالص من غير أي سوائل. هعصرها كويس جدا. طبعا احنا مش بنرمي حاجة، هقول لكم هنعمل فيها ايه. العصير هقوم حطاه في الحلة بتاعت القلقاس اللي فيها الشوربة، وحطيت عليها الطماطم. وبقية القلقاس أو بقية الخضرة هقولك هنعمل فيها ايه. بس قبل ما نعمل فيها حاجة، هجيب اللحمة المسلوقة بتاعتي هحمرها. دي برضو بتخلي اللحمة زي الزبدة، هديها تحميرة كده، واقوم منزلاها في الشوربه بعد التحميره دي، سواء بقى القلقاس الاحمر او شوربه القلقاس الاحمر او الاخضر. وبعد تحمير اللحمه على طول هقوم نازله في نفس الطاسه بالخضره بتاعتي اللي انا عصرتها كويس جدا، وهبتدي اشوحها لحد لما تنشف وتقرمش خالص. هي كده مش محروقه، كده مش محروقه، خلي بالك هي لازم تتعمل كده، دي الوصفه الاصليه. وهنزل عليها كمان بفصين توم ده في الاخر خالص بعد ما تديني اللون ده والقرمشه بتاعتها دي. تمام. في تركة تانية حلوة قوي برضو بتخلي القلقاس زي الزبدة، ان انا مش هقولك بحمره، انا بشمعه كده في زيت بس، يعني بنزله على زيت سخن خلاص يتشمع مش يتحمر، وابتدي اشيله من الزيت. الحركة دي بتفرق في القلقاس تماما، بتخليه بجد زي الزبدة. هعمل كل الكمية. بعد ما شمعته او اديته كده يعني تقليبة في الزيت، هبتدي بقى احطه على الشوربة بتاعته. دي الحلة اللي فيها القلقاس الأخضر.
طبعًا بُصّي لون المَيّة اتغيّر إزاي، قبل ما أنزل بالقلقاس على طول هاحط عصير ليمون، عصير ليمونة، ده ما بيخلّي المادة اللزجة بتاعته ما تطلعش خالص، سواء في الحلة دي أو في الحلة دي، إحنا اتفقنا إحنا عاملين أحمر وأخضر، تمام كده، يبقى قبل ما أنزل بالقلقاس هاحط عصير ليمون، عشان المادة اللزجة بتاعته ما تطلعش نهائي، وهتاكلي أحلى قلقاس والله. على فكرة ما كنتش شاطرة في عمايل القلقاس، كان بيطلع مني فاشل جدًا، تنّيتني أدوّر وأدعبس وأجرّب كذا طريقة لحد ما ضبط معايا، ودخّلت كذا طريقة في بعض، لحد ما طلع لي بالجمال ده. هانزل بقى بالقلقاس في الحلة بتاعتي، هو يا دوبك بياخد غلوة وبيكون استوى، تمام، ما بياخدش وقت خالص، تمام. في الوقت ده بقى هانزل بالطشة كمان، اللي هي بتاعة الخضرة، اللي هتدّي له اللون بقى الجميل والطعم. أسيبه بس يغلي، وبعدين هاكون مجهّزة الطشة بتاعتي أهي، بعد ما حطيت عليها التومة، التومة باحطها في الآخر مش من الأول، هانزل عليها بقى، الريحة بقى مش قادرة أقول لكم عاملة إزاي والله تحفة، تحفة. أنا كده قُلت لِك الطريقتين اللي تريّحِك فيهم اعمليها. كده القلقاس الأخضر يعتبر خلص ما فيش أي حاجة، يا دوبك هياخد غلوة مع الطشة بتاعته وخلاص. الأحمر باعمل فيه تركة تانية كده برضه بتخلّيه حلو أوي. شايفين بقى الجمال واللون الحلو زي بتاع جداتنا بتاع زمان، والريحة والله العظيم فظيعة. كنت الصراحة يعني ما باقدرش أوصل للون ده بسهولة، يعني تحميره بقى لمّا بيبقى ورق خالص كده من غير بقى ما تضربيه في الخلاط وتعصريه والكلام ده، كان بيغلبني على البوتاجاز في الطاسة على ما يحمر. بُصّوا بقى القلقاس الأحمر جبت له طاجن فخار بيبقى حلو أوي فيه، بعد طبعًا ما استوى يعتبر، أنا يا دوبك هادخّله تحت الشواية ياخد لون، خلاص بيطلع تحفة أوي أحلى ما تاكليه كده تغرفيه من الحلة على طول، تحت الشواية ياخد لون، الحركة دي برضه بتفرق في ريحته وطعمه جدًا. في ناس بتشبّهه بالبطاطس بس أنا برضه باحبه. دي كده خلاص الوصفة بتاعتنا خلصت، يا رب تجرّبوها على طريقتي وإن شاء الله تعجبكم، نقدّمها مع رز أبيض، رز بالشعرية. لو الوصفة عجبتكم النهارده ما ننساش اللايك والشير والاشتراك في القناة، أنا قُلت لِك كل التريكات بتاعة القلقاس وإزاي يطلع معاكِ ناجح، بجد اتبعي الخطوات بالحرف هيطلع معاكِ أحلى قلقاس ممكن تعمليه. شايفين بقى الجمال والحلاوة؟ وهاوريكِ الأحمر كمان بعد ما طلع من الفرن شكله عامل إزاي. يالّا بقى اكتبي لنا في التعليقات كمان أنتِ بتحبيه بأنهي طريقة. شايفين الأحمر بقى جميل جدًا وريحته برضه حلوة أوي.